نشرة الأخبار المحلية لولاية ميلا، أهلا بكم. انتشلت مصالح الحماية المدنية جثة طفل من مياه سد بن هارون ببلدية الجرارم قوقا بعد عملية بحث دامت عدة ساعات، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث. وسجلت ولاية ميلا خلال الفترة الأخيرة هزة أرضية خفيفة بلغت شدتها 2.7 درجات على سلم ريشتر دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. كما تتواصل عبر مختلف بلديات الولاية عملية بيع الأضاحي المستوردة بفائدة المواطنين في إطار التدابير المتخذة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي خبر آخر، أشرف والي ولاية ميلا على مراسم تنصيب مدير جديد للمواصلات السلكية واللاسلكية في إطار الحركة الإدارية الرامية إلى تعزيز أداء المرافق العمومية. ثقافيا، احتضنت مدينة ميلا فعاليات معرض دولي للفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من داخل الوطن وخارجه في تظاهرة تهدف إلى تشجيع الإبداع والتبادل الثقافي. وتنمويا، تتواصل أشغال صيانة وتطوير شبكة الطرقات عبر عدد من البلديات بهدف تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن المناطق النائية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.